ملكة الردح في السينما المصرية زكية إبراهيم، ممثلة طبيعية وتلقائية وبسيطة. بأدوارها الصغيرة في تاريخها السينمائي القصير قدرت تعلم بمشاهدها وتديها روح. اشتهرت بشخصية الزوجة المتسلطة والحامة القاسية على جوز بنتها. زكية إبراهيم من مواليد 25 يوليو سنة 1901. بدأت حياتها الفنية في فرقة نجيب الريحاني، وبعدها راحت فرقة علي الكسار اللي كانت بتنافس فرقة الريحاني. لعبت أدوار البطولة في الفرقة لسنين، ويقال إنها كانت بتحب علي الكسار من طرف واحد، وكان بينافسها ماري منيب. في مجال السينما بدأت في فيلم سعاد الغجرية سنة 28، كان فيلم صامت اتكلمنا عنه قبل كده لمخرج إيطالي اسمه جاك شوتز. الفيلم كان فيه عبد العزيز خليل وأمينة رزق وفردوس حسن. معظم أفلامها كانت مع المخرج توجو مزراحي، وكان البطولة قدامها علي الكسار اللي جابه توجو مزراحي يلعب شخصية عثمان عبد الباسط. كسار ابتكرها في مسرحياته وشافها توجو واستغل نجاحها وجابها عمل بيها أفلام زي فيلم غفير الدرج سنة 36 اللي لعبت فيه زكية إبراهيم دور مرات عثمان عبد الباسط متسلطة. الساعة كام دلوقتي؟ مش عرفنا الشمس مالية الدنيا. يلا قوم، هتفضل نايم موخم لحد امتى؟ طابوس بالله. وسنة 37 فيلم اسمه الساعة 7 عملت دور ثانية حماة عبد الباسط، وكانت بهيجة المهدي عاملة دور بهيجة مرات عثمان. يا ست انا ضربتك، انا مديت ايدي عليك. تمد ايدك يا اخي، ذاك قطع ايدك ولسانك ولحم اسنانك والعشق في جمال النبي صلي عليه. سنة 39 فيلم سلفني 3 جنيه كانت عاملة دور حماة عثمان عبد الباسط، وكانت برضه مراته بهيجة المهدي. كان حاطط عينه على نص البيت علشان البيت كله يصبح ملكه، واقول لك يا بنتي بلاش نرهنه، تقولي لي لا يا اما يخلص الجوز يتفضح علشان 20 جنيه عمي، اهم ما بقوش عمي. سنة 40 اشتغلت في فيلم اسمه البشماول، كان انتاج توجو مزراحي بس ما كانش بطولة علي الكسار، كان بطولة فوزي الجزائرلي، ميمي شكيب، احسان الجزائرلي. كانت عاملة دور حماد بحبح اللي عمل دوره فوزي الجزائرلي. سنة 41 فيلم ألف ليلة وليلة بطولة علي الكسار وعائلة راتب وحامد مرسي، كانت عاملة فيه دور زليخة مرات الصياد الفقير عثمان عبد الباسط. طب ما دام استفتوا على بختي يلا افتحوا واللي يطلع نقسمه سوا. نقسمه؟ ايوه، انت الربع وانا الثلاث ارباع. سنة 42 علي بابا وال40 حرامي مع علي الكسار اللي لعب دور الحطاب الفقير علي بابا. زكية إبراهيم لعبت دور ستونة مراته. الفيلم كان فيه ليلى فوزي، محمد عبد المطلب، اسماعيل ياسين، رياض الأصبجي. يلا اتاخر شويه على الزنان. نتاخروا فين؟ خش في الحيط. انا فار ولا صرصار؟ باين عليك مش هتجيبها البر انت الليله دي. يعني راه يجري ايه؟ يجرى ايه؟ ما انتش عارف هيجرى ايه؟ ايوه عارف، مفيش لزوم. راه نخش في الحيطه، نخش في التربه علشان خاطرك. وبعد كده اشتغلت في أدوار مختلفة مع نجوم تانيين. سنة 48 اشتغلت في فيلم صاحبة العمارة، كان إخراج عبد الفتاح حسن. لعبت دور أم الأسطى حسين النجار اللي لعب شخصيته محمد فوزي، وحماد تفاحة اللي عمل دورها سامية جمال. سنة 49 عملت دور كهرمانة مع ليلى فوزي. سنة 50 اشتغلت فيلم اسمه ليلة الدخلة، وكان بطولة إسماعيل ياسين، كانت عاملة دور مرات المعلم خرطوش اللي عمل دوره عبد الفتاح الأسري. الفيلم كان فيه حسن فايق وماجدة. وفي نفس السنة عملت دور في فيلم اسمه جوز الأربعة، كان إخراج فطين عبد الوهاب. الفيلم كان فيه كمال الشناوي ومديحة يسري. آخر فيلم ليها كان فيلم حكم القوي، كان سنة 1951، كان إخراج حسن الإمام. الفيلم كان فيه هدى سلطان ومحسن سرحان وفريد شوقي، واختفت وبطلت تمثيل لحد ما توفت سنة 1970 الله يرحمها.